واسع منها. تمتد حدودهما الشمالية والشرقية على مسافة 330 كيلومترا تقريبا، انطلاقا من العريضة مرورا بالعبودية وصولا إلى وادي خالد وصعودا إلى جبل أكروم شمالا. أما شرقا فتمتد من تلال عين عطا مرورا برشية وعيحة وكفرقوق وبكة وصولا إلى تلال ينطا وعيت الفخار وأراضي دير العشاير، وتنتشر فيها مسالك جبلية ومعابر أهمها منفذ العريضة ومنفذ الدبوسية ومنفذ القصير ومنفذ جديدة يابوس، إلى جانب منافذ غير شرعية تستخدم منذ عقود في عمليات التهريب. وتعيش البلدات اللبنانية المحاذية للحدود السورية تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ بدء الثورة السورية، رغم وجود لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة للتنسيق. فإلى جانب عمليات تسلل وتهريب في الاتجاهين وأعمال إطلاق نار من مسلحين باتت مسرحا لتوغلات الجيش السوري في الأراضي اللبنانية، استهدفت معظم العمليات منطقة وادي خالد الحدودية ومشاريع القاع شرقا. آخر هذه الانتهاكات إطلاق 20 قذيفة على منطقة وادي خالد تسببت في مقتل 3 أشخاص. وفي بداية الشهر الجاري توغلت وحدة عسكرية سورية في منطقة وادي خالد واحتجزت عنصرين من الأمن العام اللبناني في مركز حدودي، ولكنها أطلقت سراحهما فيما بعد. الخروقات السورية للجانب اللبناني أدت إلى مقتل مراسل قناة الجديد اللبنانية في إطلاق نار في المنطقة ذاتها. وفي سبتمبر الماضي توغلت عناصر من الجيش السوري لمسافة 300 كيلومتر أثناء تعقبها لرعاة عند بلدة المونسي على الحدود. وتواردت عدة مرات أنباء عن إطلاق نار من الأراضي السورية في اتجاه اللبنانية، ما أدى إلى وقوع إصابات منذ بدء الاحتجاجات في سوريا.